السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الأخبار عاملين ايه؟ الفيديو ده مهم جدا بالنسبة لأي حد عايز يشتري موتوسيكل في البرتغال أو سكوتر فيسبا أيا كان كائن حي شغال يعني موتور. تمام؟ لو هتشتري موتوسيكل في البرتغال أو هتأجر موتوسيكل أو عندك موتوسيكل وهتروح أماكن بتاعت صيانة، نصيحة ليك اسمع الفيديو ده للآخر. تمام؟ أنا واحد من الناس عندي موتوسيكل، فرحت كانت البطارية بتاعته باظت. هو بيشتغل فترة والبطارية بتشتغل فترة ليها عمر معين زي البطارية بتاع الموبايل ليها عمر معين وخلاص شكرا بتشتري واحدة تانية. فالمهم كلمت كذا حد مش عارف ايه في التليفون وبتاع البطارية مش عارف ب90 وب50 وب70 وب80 وبتاع، قلت كلها ايه لها عمر افتراضي واشتري واحدة وخلاص اي ايه اي حاجة. فلقيت مكان كده في برازيلي، فقلت له بكام البطارية؟ قال لي البطارية ب45 يورو. قلت له خلاص تمام، اجي لك امتى؟ قال لي تعالى لي بكره الساعة 9 الصبح وبتاع عشان تغيرها. قلت له تمام. هو المحل انا مش عايز اقول اسمه ولا اقول مكان يعني ولا بتاع، بس هو ناحية اورينت كده. تمام؟ بصرف النظر هو ناحية ايه وبصرف النظر اللي انا هقوله ما تطبقش ده على 100%، ولكن انت خد حذرك. تمام؟ رحت له، فانا بحب دايما افك، يبقى اسيب مفك كده في الموتوسيكل عشان لو في حاجه عايزه تتربط في ساعات المسامير من كتر المشي في الطرق هنا كلها طوب كده صغير بيحطوا حجاره كده جنب بعض، فوانت ماشي فالمسامير بتفك بتاعت اي حاجه بتاعت جسمك نفسه بتفك، العظم نفسه بتلاقيه بيزيق، فتخيل الموتوسيكل يعني. فالمهم انا فكيت البطاريه بالمفك ده، حطيتها تحت الكرسي بتاع اللي بقعد عليه، البطاريه بتبقى تحت، فبفك فكيت البطاريه وبلمس عشان ايه اشوف البطاريه بتشرز ولا لا، فلقيتها بتشرز فعرفت ان البطاريه ماتت يعني. فالمهم رحت له، سبت المفك والحاجه وقلت له هات البطاريه، اديت له فلوس قلت له هات البطاريه. قال لي لا انا هغيرها لك انت ايه تلت ساعه كده وتعالى لي، سيب الموتوسيكل وبتاع. قلت له خلاص ماشي. قال لي احط ميه النار ومش عارف ايه وبتاع فيها لان بطاريه ميه مش جافه واشحنها وبتاع. قلت له خلاص اوكي تدو. آه رحت عشان اشرب قهوه في مكان يعني، ورحت ايه راجع له. فالمهم رجعت له لسه ما خلصت الموتوسيكل جوه، فقلت له خلصت ولا لا؟ قال لي لا لسه. فقلت له طيب تمام انا عايز انجز يعني لان كان عندي مشوار ساعتها. فطلع لي الواد اللي جوه اللي شغال وقال لي انت عايز تغير زيت، الزيت اسود فانت عايز تغير زيت. انا بغير الزيت لنفسي. يعني انا اصلا عندي خبره كبيره جدا في الميكانيكا، فيعني اقدر افك موتور كامل واركبه تاني وبتاع، عندي خبره كبيره جدا في الميكانيكا، يعني اشتغلت فيها فتره كبيره جدا وعندي خبره كبيره يعني. ف... فانا كنت مغير الزيت لنفسي وبقاله بالظبط 120 كيلو، ما مشيش 120 كيلو حتى. تمام؟ فقلت له لا خليه، انا مش عايز اغير الزيت. قال لي لا الزيت اسود محتاج تغيره وبتاع. قلت له انا جايب لك عشان اجي اخد بطاريه مش عايز زيت انا. تمام؟ ف قال لي خلاص تمام ماشي، خلصنا. تمام؟ فرجع تاني وانا واقف، قال لي انت عايز تغير الزيت، الزيت اسود، عايز تغير الزيت؟ قلت له اميجو تودو بوم ايه نو كير، نو كير، انا مش عايز. فالمهم راح جاي ايه، قال لي تمام. فدخل جوه، طلع بالموتوسيكل وراح ايه مديهولي. فانا بطبيعتي بحب افتح اشيك على الحاجه الجديده والقديمه، بطاريه ميه طبيعي ان انت تشيك تشوف في ميه مسيله حاجه نازله لانها هتصدي المسامير وهتاكل الجسم الحديد بتاع الموتوسيكل لو ثابت عليه. فطبيعي بحب اشيك ورا الصناعيه كلهم من ايه لسعتي كتير مع الصناعيه يعني. فالمهم بفتح ما لقيتش المفك، فقلت له كان في مفك هنا راح فين؟ فقال لي لا ما كانش فيه مفك. قلت له كان فيه مفك، اسال الصنايعي اللي جوه الغير بتاع. فالمهم سال الواد قال له اه ده انا نسيته بتاع، فدخل جاب المفك وراح مديهولي. قلت له ماشي. فرحت انا عامل ايه، بحب اربط انا على الحاجه بتاعتي جامد، فبربط على المسمار. قلت ما افكه اشوف البطاريه اصلا هي يعني طالما خد المفك اشوف البطاريه هي جديده ولا مش جديده، ممكن يكون بيشتغلني. فبفك وطلعت البطاريه من مكانها لقيت البطاريه قديمه، لقيته حاطط لي بطاريه قديمه، بطاريه مخربشه طبعا كده ومتكحته وبتاع والكتابه اللي عليها متشاله. فبطاريه متهانه يعني، شغاله في سكوتر تاني، هو حاطط لها بس ميه نار وايه واداها لي تدورني يعني. فرحت ندهت على التاني قلت له اشتنو نوفا، البطاريه دي مش جديده، يوزادو، البطاريه دي قديمه مستعمله. فقال لي قال لي لا دي جديده وبتاع. قلت له البطاريه هي في ايدي. قال لي هو انت ليه فكيتها؟ قلت له فكيتها عشان اقول لك البطاريه مش جديدة. انا بقرط على القواطيش بتاعه البطاريه، القواطيش مستعمله متاكله، دي لو جديده القواطيش بتبقى بتلمع كده، بتبقى لونها سيلفر.
بتبقى لونها فضي. فقلت له القراطيش بتاعه البطاريه لقيتها قديمه، ففكيت البطاريه عشان اشوف البطاريه دي قديمه مش بتاعتي، مش جديده، مش دي اللي انا دافع فلوسها، فين البطاريه الجديده؟ قال لي اه ده انا نسيت وبتاع، استنى ومش عارف ايه وبتاع، ده انا حطيت القديمه بتاعتك مكان الجديده. قلت له اذا كان القديمه بتاعتي في قلب العلبه، انت اديتها لي هي موجوده في العلبه في قلب البوكس بتاعها، انت حطيت القديمه وحطيت لي واحده تانية قديمه. قلت له دويش بطاريه اوزادا نو نوفي. فاداهم لي، اداني بطاريتي القديمه وحط واحده قديمه. قلت له هات البطاريه الجديده يا اما انا هكلم دلوقتي ايه الشرطه وبتاع وهعمل لك مشكله. يعني بيبقى في رقم كده دايما، علامه بيبقى في كل مكان تروحه، مطعم او محل او اي مكان مفتوح لخدمات، بتلاقي فيه دايما ورقه كده حمراء وفيها دايره بتكون بيضة ومكتوب فيها رقم، دي اللي بتقدر تشتكي عليها في أي مكان، فبيجولك طبعا في ساعتها وبتعمل إيه شكوى ممكن تقفل فيها المكان يعني. فلما لقاني فاهم فقلت له هعمل لك مشكلة وبتاع، أنا عايز البطارية الجديدة، يجيب بطارية جديدة، يجيب الفلوس وإيه مش عايز منك حاجة. فقال لي خلاص ده أنا بس نسيت، أنا حطيت المية فبدلت دي وحطيت الواد شال دي عشان عنده ضغط شغل وبتاع. المهم عمل فيلم هندي ودخل جاب بطارية جديدة وراح مديها لي. خدت البطارية الجديدة وركبتها وربطت، قال لي ركبها لك مش عارف ايه، قلت له لا شكرا ومشيت. تمام. قلت له خلاص تمام هات البطاريه الجديده. خدت البطاريه الجديده ورميت له طبعا اللي هو حاططها لي القديمه دي، ركبت الجديده وربطت وبتاع، وقال لي طب اربطها لك، مش قلت له مش عايز منك حاجه، نو كيرو نادا، نو كيرو يوفو، انا مش عايز اي حاجه انا ماشي. فقال لي ما تزعلش ومش عارف ايه وبتاع، ده نو ستريسادو كالما ميجو نو كالما نادا اوكي انا يجو. فخدت البطاريه وخدت الموتوسيكل بتاعي ومشيت وبتاع وخلاص خلصنا يعني. المهم وانا ماشي، انا كنت طالع طبعا على سفر، كنت طالع على سفر، كنت رايح بورتو بالموتوسيكل. فانتوا عارفين بورتو مسافة كبيرة جدا بالموتوسيكل، فطبعا هتجري هتجيب 120 وبتاع وهتجري، الطريق مفتوح. فكنت بجري وفجأة انا شامم ريحة شياط، والله العظيم زي ما بقول لكم شامم ريحة شياط. فالمهم جيت في ربع الطريق كده لسه ما كملتش، جيت عند بعد ما طلعت من لشبونة وجيت عند ربع الطريق كده، رحت رايح واقف على جنب ووقفت الموتوسيكل وببص. فلقيت الطبة بتاعت الزيت، في طبة بلاستيك كده المقياس بتاع الزيت، اتاري هو فاتحها عشان يقول لي الزيت عايز يتغير. لما قال لي ان الزيت عايز يتغير وبتاع قلت له مش عايز اغيره ومش عارف عايز يعمل عليها شغل يعني. اتاري سابها مفتوحة، الزيت كله طار من قلب الموتور، الزيت كله اتنطر على العجلة اللي ورا وعلى الموتور وعلى الشكمان ومطلع ريحة شياط. ولو انا مش منتبه على الريحة والزيت ده استمر على العجلة كان زماني مع الف سلامة. فربنا سترها الحمد لله. فعايز اقول لكم انتبهوا دايما وفتشوا ورا الصناعيه. تمام. هو بيبقى عايز يعمل شغل، انا والله العظيم كنت مغير الزيت ما كملش 100 120 كيلو. تمام. انا بغير الزيت 3000 انا بغيره على 2000. تمام، يعني بسيبه 1000 كمان زياده بشيله برميه. فانا مغيره على 120 مش 1200، ده انا مغيره على 120، يعني لسه قدامه 850 كيلو. تمام. ف فالمهم يعني قلت له فالمهم لقيت الموضوع ده كده، فرحت قعدت امسح في الموتوسيكل طبعا، وبقيت اجيب، ما معيش صابون طبعا وما معيش حاجه، معايا ميه، الميه على الزيت مش تعمل ولا حاجه، تبوظ الدنيا. فجبت تراب، بقيت اجيب تراب من قلب الاراضي الزراعيه اللي موجوده في الطريق، اجيب تراب واعمله على الكاوتش عشان التراب ياخد الزيت وينزل. تمام. المهم يعني خلصت من الحكايه دي، انا بحكي لكم حكايه طويله بس ما يعني معلش مش ضروري منها. المهم يعني ده كانت اول تجربه في المحل ده، وما رحتوش تاني خلاص. هو المحل ده ناحية اورينت كده، مش عايز اقول فين لان في كذا محل طبعا مش عايز احدد يعني هو ايه. ف بصرف النظر عن المحل فين او ايا كان ايه اللي حاصل او بتاع، انت دايما شايك ورا الصناعية. تجربة تانية، رحت الواحد عشان العجلة بتاعت الموتوسيكل اللي كانت العجلة اللي ورا، والله العظيم برضو برازيل. وفي بعض المحلات تانية برضو مكحولة مع أصحابي، ولكن ده التجربة بتاعتي الشخصية. رحت كان البنيل بتاع البنيل ايه بتكلم بقول لكم برتغال، الكاوتش بتاع الموتوسيكل اللي ورا كان ما بيرضاش يزود بالإبرة. يعني تيجي تعمله تزويد من محطات التزويد بتاعة الهواء مش راضي يشتغل، فالإبرة عايزة تتفك، المسمار بتاع الإبرة اللي فيه الكاوتش ده عايز يتشال ويتحط واحد تاني. تمام. فرحت للواد قلت له انا عايز اغير ده، قال لي 25 يورو. والله العظيم البتاع اصلا من على تيمو، الموقع الصيني اللي انتوا عارفينه كلكم،
الموقع الصيني اللي انتوا عارفينه تمنها 50 سنت، تمام، او 40 سنت. بس البلف بتاع العجلة، ناسي اسمه، البلف بتاع العجلة. فالبلف ده بعد فترة كده بيحصل له تآكل من كتر ما بتشحن هوا وبيفرغ هوا، بتشحن هوا ومش عارف ايه وبتاع، فالجلدة بتاعته بتتاكل، فبيحتاج تترمي، لأن مفيش حد هيبيع لك جلدة لوحدها، تشتري البلف على بعضه يعني. مش البلف الكبير الأسود، الجزء اللي بيدخل جوه البلف اللي بيتفك بإبرة كده، تمام. فقال لي 25 يورو، قلت له غالي وبتاع، يعني 10 يورو كويس، وانا عارف ان هو ب 40 سنت يعني، مش مكمل نص يورو. قلت له ماشي، ما انت مضطر بقى، العجلة نايمة هتعمل ايه؟ قلت له تمام. المهم دخل غيره، فالصنايع اللي جوه قال لي محتاجك تبص على حاجة، قلت له حاضر. فدخلت، فقال جاب ميه، ازازه كده فيها ميه بصابون، وعمال يلف العجله ويمشيها عليها وبتاع. قال لي العجله كويسه جدا، قلت له تمام. قال لي بس في مشكله، قلت له ايه؟ قال لي العجله لما بتلفها كده بتعمل صوت حكه. فقلت له كل الموتوسيكلات كده، الموتوسيكل جديد، كل الموتوسيكلات بتعمل صوت الحكه دي. قال لي الموتوسيكل لازم تغير له السير الشداد بتاع البنزين، اللي هو السير اللي بيخلي العجله تشد وبتاع ما بتزود بنزين، بتاع السرعه يعني. قال لي في عندي ب 120، في عندي ب 130، وفي عندي ب 100 ب 125، وفي عندي ب 170. قلت له انا مش عايز اي حاجه من عندك غير البلف بتاع العجله، وانا لما يجي لي فلوس هاجي اغيره عندك، حاضر. انا بهاوده عايز اخلص وامشي. فقلت له لما يجي لي فلوس، يعني لان انا معيش فلوس دلوقتي لاي واحد، حتى لو ب 20 ما معيش فلوس، ما معيش الا ثمن البتاع دي بس. فالمهم خدت الموتوسيكل ومشيت. الواد عمل لي هس هس في دماغي، فشككني، اصلا عندي خبره كبيره بقول لكم في الميكانيكا يعني. فشككني، فخلاني رحت وقفت جنب العيال الهنود اللي شغالين في الشارع بتوع توصيل الطلبات كلهم، معظمهم اصحابي. فرحت وقفت جنبهم، والله العظيم رفعت موتوسيكلاتهم كلها، وبقيت امسك العجل بتاعهم اسمع الصوت، نفس الصوت، مفيش اي حاجه، نفس الصوت، نفس صوت الحكه دي. ايه هو؟ السير بيبقى ماسك على الجزء الداير بتاع العجله، هو الجزء الداير بتاع العجله بيبقى زي شفتين كده، السير في النص. فلما بتلف العجلة السير بيتحرك، فبيعمل الحكة دي. معنى ان انت مفيش صوت الحكة دي يعني السير اصلا مش موجود، تمام. فهو بيحاول يوهمك بحاجة، لو انت مش فاهم بيحاول يوهمك بحاجة عشان تحاول تغيرها، فما تحاولش تغير او تعمل اي حاجة غير الهدف اللي انت رايح تعمله. ما يتشتتش تفكيرك في اي حاجة، انت عارف انت رايح تعمل ايه، اعمله وامشي، تمام. فخلاني سمعت والله العظيم اكتر من 20 موتوسيكل من بتاع صحابي، بقيت الف عليهم واحد واحد اقول له سمعني صوت العجله، سمعني صوت فيه، انت مجنون مالوكو؟ قلت له انا ايه مالوكو ده؟ انا مجنون، سمعني صوت العجله. فبقيت اسمع صوت العجله نفس الصوت، مفيش اي مشكله خالص. رحت والله التوكيل بتاع هوندا، الموتوسيكل عندي هوندا، رحت التوكيل بتاع هوندا، التوكيل الجديد، قلت له عايز اسمع صوت العجله. فطلب غريب، طلب واحد اهبل داخل. فرفعت الموتوسيكل الجديد، هو رافعه على الحمال على جنب كده، فرحت رافعه على الحمال الكبير عشان العجله تبقى مرفوعه، وسمعت الصوت نفس الصوت، مفيش حاجه، انا موتوسيكل جديد برضه. فدي كانت التجربه المنيله التانيه. فنصيحه من الفيديو ده، معلش هو طويل شويه، نصيحه: اي حد يحاول يروح يشتري حاجه او يغير اي حاجه لها علاقه بالموتوسيكلات او يعمل اي حاجه، ي... آه، يستحسن لو بيعرف يعملها لنفسه. لان كمان هم بياخدوا، بيقول لك انا هغير لك زيت، بيزودوا الزيت، مش بيغير لك الزيت، هو بيزود لك الزيت، بينزل الزيت الغامق بتاعك، وبيزود على النص بتاعه نص فاتح ويحطه لك تاني، وانت بتمشي بيه ما انتش عارف هو حاطط زيت ايه، تمام. انتبهوا، انتبهوا، انتبهوا. الموضوع ده مش بس في بلادنا، لا هو موجود في كل الدول، يعني موجود في كل حتة. اللي عايز ياخد فلوس حرام ما بيستحرمش يعني، تمام. فانتبهوا جدا من الحكاية دي. ولو بتعرف تغير الزيت لنفسك غيره، لان الزيت ما مش هتعرف تشوفه وهو بيغيره، ومش هتعرف الا بعد ما تمشي بيه 100 كيلو او حاجة هتلاقي الزيت اتحرق اتفحم، فهيقول لك انت اللي قرصت على الموتور وبتاع، وتروح ايه تغيره تاني، تمام. فلان دي تجارب بتاعت صحاب ليا برضه. ف دي كل الحكايه بتاعت التجارب بتاعتي مع الصيانه، اماكن الصيانه يعني في البرتغال. فمش كلها طبعا، لان في اماكن نظيفه وكويسه يعني، ولكن 50 50. فحاول
فحاول دايما تنتبه من النقط دي. انا قلت اعمل لكم الفيديو عشان انبهكم لو حد هيعمل حاجه. ونفس الحكايه مع العربيات يا جماعه. نفس الحكايه مع العربيات. انا اسف. برضو لو عندك عربيه نفس القصه، لو رحت تصلحها او تعمل اي حاجه برضو نفس القصه. المهم، حاول يبقى معاك عده. اشتري عده، واشتري عده في مكان اللي هو الويب سايت اللي هو الصيني. اشتري منه العده، واشتري منه الزيت، واشتري منه الحاجه. انا مش بعمل دعايه مش بعمل دعاية للتطبيق الصيني. هما مش قرايبي والله. أنا بعمل دعاية للحاجة النظيفة الكويسة اللي هتخدمك. أنا ما يهمنيش ولا الصيني ولا البطيخ. أنا يهمني إن أنت تبقى مستفاد. فاشتري منه. أنا بشتري منه الحاجات، بشتري منه دايما قطع غيار، بشتري منه دايما المفكات، اشتري منه العدد الألانكيه، مش عارف الحاجات دي كلها مخليها دايما معايا. حتى اشتريت المقوم بتاع البطارية. في جهاز كده أدابتور صغير بتشتريه لما البطارية بتاع الموتوسيكل لو نامت لا قدر الله أو حصل حاجة ظروف وأنت بتعرفش هي هتنام إمتى. فهي بتنام تبقى تعبانة ولا حاجة، فتروح نايمة منك على الطريق ولا بتاع. أنت ما تعرفش بقى، ليها عمر افتراضي، على حظك الفقري تبقى في سفر ولا في حتة فتنام. فاشتريه خليه معاك، مش هتخسر حاجة. جهاز صغير كده تركبه في البطارية وتقوم، يروح مقوم لك الموتوسيكل أو العربية. تمام. هتلاقي سعره حوالي 45 يورو. في منه ارخص وفي اغلى، بس على حسب القدره بتاعته. تمام. المهم اشتري حاجتك يعني من المكان الصيني ده، وما تشتريش حاجتك من الاماكن اللي بتبيع قطع الغيار هنا. مش كلها، في اماكن رخيصه. انت قارن بقى، انت عقلك في راسك يعني. انت بص على البرنامج. عايز مثلا كاوتش للموتوسيكل، فالكاوتش هتلاقيه مثلا ب 100 يورو. هتلاقي مش عارف الكاوتش على التطبيق ب 50. هتلاقي الكاوتش عند الواد ب 20. هتلاقي الكاوتش مش عارف ب 100. قارن بقى وشوف الماركة وشوف الحاجة، وهتقدر تحدد انت محتاج ايه. تمام. ولكن انا بتجربتي اكتشفت ان التطبيق افضل شيء. تمام. الشراء من الناس دي كلها مش تمام يعني. المهم، كمان في حاجات مهمة جدا، اللي هو مثلا عايز تجيب جنزير للموتوسيكل مش عارف ايه، ما تجيبش من الهنود. الهنود بيشتروا من محل اسمه ليروي. ليروي مارلين. ليروي ده بتاع قطع الغيار والاساس وكل حاجة موجودة فيه، والعدد وكل حاجة. العدد والحاجات الأصلية. فهتروح هناك هتلاقي الحاجات هم بيشتروها منه وبيبيعوها لك. مثلا جنزير الموتوسيكل، هتلاقي جنزير مثلا في ليروي ثمنه 20 يورو. تمام. في حاجات ب 17 وب 18 وب 20 وبتاع. هم بياخدوه ب 20 ويبيعوا لك ب 45 وب 50 و 55. تمام. فحاول دايما تفتش على الحاجه، ما تاخدش الحاجه كده بان هي ايه، بس انا مزنوق فلازم اجيبها. انا حظي، انا لولا ان كان عندي مشوار في موضوع البطاريه ده، كان عندي مشوار ضروري جدا، كان لازم اشتري بطاريه باي طريقه. لان كمان مشوار لازم اروح بموتوسيكل خاص يعني بحاجه خاص، وانا ما كانش معايا عربيه ساعتها. فلازم اروح بحاجه خاصه، لان هو في اراضي زراعيه وبتاع. تمام. ف انا طبعا المشوار اتضرب كمان. فالمهم يعني بالتوفيق جميعا، واسف طولت عليكم الفيديو. دي نصيحه لكل الناس اللي عندها موتوسيكل او هتأجر موتوسيكل او هتشتري موتوسيكل يعني، او عندها بالفعل. حاول تنتبه للنقط دي. والله يوفق الجميع. محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات. عايز تعرف اي مكان لاي حاجه تشتريها او اي حاجه، برضو انا اقدر اخدمك في لو اعرف اي معلومات او حاجه. الله يوفقكم جميعا، والسلام عليكم.